ما أعجب قصة هذا السوق، وما أعجب الطقوس التي كانت تمارس فيه أيام الجاهلية الأولى. فلماذا سمي بسوق عكاظ؟ وأين كان يقام؟ ومن هو الشاعر الذي كان يحكم بين الشعراء في عكاظ؟ هو سوق من أشهر الأسواق العربية القديمة التي عرفتها العرب أيام الجاهلية الأولى. كانت تأتيه العرب مدة 20 يوما بداية كل ذي القعدة، وفيه كانوا يتاجرون ويتنافسون في قول الشعر والخطب. وكانت تسكنه قبيلة هوازن وقبيلة عدوان القيسية. ويقع عكاظ شمال شرق مدينة الطائف بالحجاز، في واد بين مكة المكرمة والطائف. لقد سمي هذا السوق بسوق عكاظ لأن القبائل العربية كانت تجتمع فيه وتتفاخر بأنسابها وأيامها، وكانوا يتعاقدون أي يتفاخرون ويتجادلون ويتحاجون ويتعاركون، وكانوا يتناشدون الشعر ويلقون الخطب. ولعل هذا ما تعنيه كلمة عكاظ في المعاجم العربية، فقد ورد في لسان العرب لابن منظور: تعكد القوم تعكدا إذا تحبسوا لينظروا في أمورهم، ومنه سميت عكاظ. وعكد الشيء يعكده عركه، وعكد خصمه باللدد والحجج أي عركه وقهره. وتعاكد القوم تفاخروا. وقد سميت عكاظ لأن العرب كانت تجتمع فيها فيعكد بعضهم بعضا بالمفاخرة ويتعاكدون ويتبايعون. فلما جاء الإسلام هدم ذلك، لأنه كان سببا من أسباب نشوب الحروب بين القبائل العربية. وتتجلى أهمية هذا السوق الأدبية في أن الشعراء المفلقين كانوا يتبارون فيه ويتنافسون في قول الشعر، وكان يحضره الخطباء المصاقع أيضا. ومن أشهر القصص التي وقعت في سوق عكاظ قصة الخنساء وحسان بن ثابت الأنصاري والنابغة الدبياني. لقد كان النابغة الدبياني مرجعا للشعراء في سوق عكاظ، وقد أكد الأصمعي أنه كانت تضرب للنابغة قبة حمراء كان يجلس تحتها ويسمع من الشعراء قصائدهم ويحكم بينهم ويحدد مراتبهم في القول الشعري. فجاءته الخنساء فأنشدته قصيدتها المشهورة في رتاء أخيها صخر، التي مطلعها: قدا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. فقال لها النابغة الدبياني: لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس، ويقصد بأبي بصير الأعشى. فغضب ابن الفريعة حسان بن ثابت وقال له: أنا والله أشعر منك ومنها. قال النابغة: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما.